وقصتها بقت قصة ورمز مأساوي. في أكتوبر سنة 94 خرجت سيدة أمريكية اسمها سوزان سميث من بيتها في ولاية ساوث كارولاينا عشان تبلغ الشرطة إن سيارتها اتسرقت، وكان جواها طفلين صغيرين، مايكل 3 سنين وألكسندر 14 شهر. وبحسب روايتها الأولى قالت إن في واحد أمريكي من أصل إفريقي وقفها تحت تهديد السلاح وسرق سيارتها وهرب بالأطفال. القصة عملت ضجة وطنية وانتشرت بسرعة كبيرة جدا، وطلعت حملات بحث موسعة على الطرق والبحيرات والمدن المجاورة، وشافوا سوزان كذا مرة في الكاميرات بتعيط وتطلب من الخاطف إنه يرجع لها الولدين، بتناشد الجمهور بالدعاء والمساعدة. لكن بعد 9 أيام من البحث والتغطية الإعلامية اعترفت سوزان بالحقيقة، ما كانش فيه خاطف أصلا، هي اللي زقت السيارة في بحيرة محلية وجواها الطفلين، سابتهم يغرقوا ببطء وكانت واقفة بتتفرج بكل برود. التحقيقات كشفت إن الدافع الأساسي ورا الجريمة دي كان علاقة عاطفية فاشلة. الراجل اللي كانت بتحاول ترتبط بيه بلغها بوضوح إنه مش عايز يكمل معاه، وتقريبا سوزان هي اللي كانت بتمر بحالة نفسية مش مستقرة، وفكرت إن التخلص من الطفلين هيصلح العلاقة اللي ما بينهم ويفتح لها مستقبل جديد مع الراجل اللي بتحبه. وفي محاكمتها حاول المحامين الدفاع عنها وإثبات إنها كانت بتعاني من اضطرابات نفسية حادة زي الاكتئاب والانفصال عن الواقع. ومع كل ده شافت هيئة المحلفين إنها مدانة بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، وصدر بحقها حكم بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 30 سنة. لحد النهاردة سوزان في السجن، وقصتها بقت قصة ورمز مأساوي، لأن إزاي ممكن الاضطرابات النفسية والقرارات العاطفية الغلط ممكن تؤدي لمأساة جديدة عمرها ما تتمحي.